السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. عندي أخبار مدوية، بس أمانة عليك تديني حقي وتخبط اللايك علشان ده بيفرق معايا. وهبدأ معاك بالعناوين السخن منه. تصريحات قناة نادي الزمالك على النادي الأهلي. رضا عبد العال يفتح النار وتصريحات مثيرة للجدل. حسم حضور جماهير 46,200 مشجع للنهائي الكونفدرالية. اعتذار بنتائج بعد الطرد. ممدوح عباسي يتكفل بمصاريف حكام الأجانب ومكافآت رهيبة للعيبة. مصطفى محمد وكلمة شرف لنادي الزمالك. صفقات الزمالك بعد يوم 20 وصراع الزمالك مع نادي بيراميدز. عودة محمد عاطف وأحمد محمود لصفوف نادي الزمالك. ويلا بينا نبدأ أخبارنا. وزي ما انت شايف يا برنس، النادي الأهلي نادي محلي والزمالك في نهائي أفريقيا. طب النادي الأهلي نادي محلي ازاي؟ شوف انت واخد كام بطولة أفريقيا وأنا واخد كام بطولة أفريقيا. أهم 5 نجوم أهم، ونفسي ومنى عيني ألاقوهم 6، أنا مش عارف. طيب النادي الأهلي واخد كام دوري وانت يا دوبك وبتعافر وبتجز على أسنانك عشان خاطر تاخد ال15. نادي محلي ازاي؟ اديني بس صفة كده او علامة، تمام؟ عشان خاطر ما هو اللي بيسمعك ده عاقل على فكرة. اللي بيسمعك ده عرف ربنا بالعقل، فانا لما اسمعك لازم برضو اوزن كلامك بالعقل. نادي الاهلي نادي محلي ازاي؟ يا جماعة انتوا ما تعرفوش تفرحوا من نفسكم كده من غير ما ترموا مثلا هلب على اي نادي تاني؟ ما تفرح يا عم بالنادي بتاعك ان هو في الكونفدرالية والنهائي خلاص اقترب، وكمان ان هو خلاص في اخر ماتش في الدوري. افرح بالنادي بتاعك، شجع النادي بتاعك، ادعم النادي بتاعك، قول للجمهور بتاعك ان هو يوقف في ظهر اللعيبة. ليه بنرمي اخطائنا وشماعتنا على نوادي تانية واحنا عارفين ومتأكدين ان هي احسن مننا 100 مرة في البطولات؟ ملناش دعوة بحكام بقى. انا مش عارف مشمعت على الحكام واقول لك ده بيكسب ازاي. انا ليا دعوة بالواقع. هو واخد كام بطولة عشان خاطر تقول عليه ان هو نادي محلي؟ ما الكلام بقى يتوزن بالعقل بقى. تصريحات رضا عبد العال، وتعالى نشوف مع بعضنا رضا عبد العال بيقول ايه. اتحسم على ارض الواقع. هو دلوقتي الصراع بين بيراميدز والاهلي. عليا الدوري؟ لا، على التاني. وجاي لك في الخبر اللي بعده يا برنس. حسمت السلطات المصرية موقف حضور جماهيري لمواجهة إيهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائري ونادي الزمالك على ملعب القاهرة الدولي. وتمت الموافقة على حضور 46,200 مشجع، وكمان منافس، يعني تمت كمان الموافقة على 2000 مشجع لنادي اتحاد العاصمة الجزائري. عارف ايه معنى الكلام ده؟ يعني احنا اخدنا 46,200 مشجع، اتخصم منهم 2000 مشجع راحوا لاتحاد العاصمة الجزائري، فاحنا بقينا 44,000 مشجع و200. طب ليه نكون 46 والاستاد اصلا يشيل 60,000؟ طب ليه؟ واحنا مش مصريين؟ والاتحاد المصري ده مش مصري وفي ناس مصرية؟ طب ما اتحاد العاصمة الجزائري كان مقفل الاستاد كله جماهير. هو احنا ليه ما نبقاش زي الناس دي؟ ليه يعني احنا ما نبقاش زي الناس دي؟ طب انت عندك الحتة المكان ده اللي هيقعد فيه العاصمة الجزائري ل2000 بس، فوقيه خالص، فوقيه هيبقى فاضي من الجماهير، واحنا في عرض مشجع واحد بس من بعد عرض ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه احنا ما نملاش يعني حته ال2000 بتاعت ايه؟ بتاعت عاصمه الجزائري؟ ليه ما نملاش الحته اللي فوق دي؟ عشان خاطر ده نادي الزمالك يا عم. نادي الزمالك ما هو اللي هيلعب في النهائي، مش هقول لك يعني اي نادي تاني يعني. ما علينا. كشف الاعلامي احمد حسن ان محمود بن تايج نجم الزمالك قدم اعتذاره لزمايله في غرفه الملابس بعد طرده من مباراه اتحاد العاصمه الجزائري. بص، هي حركة حلوة انك انت تعتذر لزمايلك، بس هو ليه من الاول انك انت تسبب لنفسك طرد وتسبب لفريقك كمان ان هو هيلعب من غيرك؟
يعني ده احنا محتاجين لك، احنا محتاجين لك يا بنتايك. ليه انت بتعمل فينا كده؟ طب ليه كان من الاول يعني؟ انا مش فاهم والله انتوا بتحسبوها ازاي يعني. هقول لك، ممدوح عباس يتكفل بمصاريف حكام الأجانب ويصرف مكافآت رهيبة للاعيبة الزمالك في بطولة الكونفدرالية وبطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا. تمت الموافقة بالفعل على حكام أجانب على ماتش سيراميكا كليوباترا. ممدوح عباس كتر ألف خيره، هو الراجل دفع الفلوس. تمت الموافقة بالفعل، وفي حكام أجانب هتحضر في ماتش سيراميكا كليوباترا. تمام. والشيك تم توقيع الشيك باسم حسين لبيب، ما تمش باسم ممدوح عباس. عموما اسم ممدوح عباس، اسم حسين لبيب، اهم حاجه ان الفلوس وصلت للاتحاد المصري. مصطفى محمد يتواصل مع الاستاذ عمرو الجنايني ويأكد بموضوع انه لن يتواجد في مصر الا لنادي الزمالك فقط، وكلمه شرف لنادي الزمالك. شرف؟ زملكاوي من صغري. على فكرة الكلمة دي ابتدت توجع قلبي. قالها مين قبل كده؟ قالها إمام عاشور، زملكاوي من صغري. قالها كهربا، زملكاوي من صغري. قالها زيزو، زملكاوي من صغري. وبن شرقي. طب ما ممكن برضو مصطفى محمد ما يقولها برضو أنا زملكاوي من صغري، ولا أجي في مكان تاني. على فكرة أنا ما بقتش أقتنع بكلمة أنا زملكاوي من صغري، وكلمة شرف دي هقول لك ايه، بس يلا ما علينا يا عم. بعد يوم 20 نادي الزمالك يتواصل مع 3 صفقات وعودة دونجا من جديد بعد هبوط نادي النجم السعودي، وهناك تحدي كبير بين الزمالك وبيراميدز على صفقة دونجا. على فكرة دونجا فلوسه لسه ما دفعناهاش لبيراميدز، وبيراميدز داخل بشدة للصفقة، عايز دونجا تاني يرجع لنص الملعب، والزمالك عايز دونجا برضو يرجع تاني لنص الملعب، عشان بعد ما مشى دونجا تعال شوف احمد ربيع بيعمل ايه. فيش واحد قادر يسد مكان دونجا في الحتة دي. وعلى فكرة نادي بيراميدز مش بيتواصل مع دونجا بس، ونادي الزمالك مش بيتواصل مع دونجا بس. خد الصفقة الثانية، الصفقة الجديدة لنادي الزمالك يتواصل لضم احمد عبد القادر. نادي بيراميدز بيتواصل برضو مع احمد عبد القادر، فعايزه برضو يرجع تاني. احمد القندوسي برضو الزمالك بيتواصل معاه، وبرضو بيراميدز عايز احمد القندوسي. يا عم ارحمونا بقى يا عم، ده انا خايف الزمالك يجي يكلمني في التليفون الاقي بيراميدز بيرن عليا يعاكسني. هو ايه فيه بالظبط انتوا؟ مش عارف انا والله. هو الزمالك كل ما يعمل حاجه نادي الزمالك نادي الزمالك ايه فيه يا عم؟ عودة المعارين في الموسم الجديد، محمد عاطف واحمد محمود باك يمين وجناح يمين. لاعب بيلعب في طلائع الجيش والتاني بيلعب في اتحاد الاسكندري، دول هيرجعوا بخلاف مصطفى الزناري. طب انت هتسألني هو الزمالك كده هيعود المعارين؟ هو ممكن الزمالك ما يرفعش القيد؟ طب ما هو كده هيجيب المعارين. طب الزمالك لو هيرفع القيد هيجيب معارين ليه؟ ما هيخليهم زي ما هم هناك مكانهم. هقول لك ان الزمالك بالفعل هيرفع القيد، والزمالك هيدعم صفوفه بصفقات جديدة، منهم أحمد عبد القادر، ومنهم القندوسي، ومنهم دونجا. وكمان بيدعم صفوفه بالناس المعارة، محمد عاطف وأحمد محمود والزناري. وفي لاعيبة تانية برضو هتعود تاني لنادي الزمالك، الطيور المهاجرة معظمها هترجع لنادي الزمالك. قصة شوكو بنزا هل هيمشي؟ هل هيستمر؟ هقول لك ان جون ادوار قال لك طب نادي الزمالك لما بيلعب مع فرق كبيرة شوكو بنزا اتألق في ماتش الاهلي، تألق في ماتش بيراميدز، تألق في ماتش الكونفدرالية. طب ما نديله فرصة ونخليه يلعب اساسي من اول المباراة علشان احنا نبص عليه ونحكم عليه بحق ربنا. وبصراحة من وجهة نظر المتواضعة اللي لا قيمة لها على الإطلاق، شوكوبانزا يصلح لنادي الزمالك. شوكوبانزا لو مشي مش هتلاقي واحد زيه في سرعته. على فكرة شوكوبانزا والله العظيم لعيب يا عم، من وجهة نظري أنا شوكوبانزا بيعمل حركات حلوة. شوكوبانزا سريع، جريندا وروح ولياقة، اللي هو ايه، يفكر شوية بس قبل ما ياخد القرار ويشوف
اذا كان هيسدد او اذا كان هيباصي او اذا كان هيعمل ايه. اهم حاجه بس يفكر. عايز مدرب معتمد جمال كده يقعد معاه يفهمه كده الصح، زي ما فوق اللعيبه دي يقعد مع شيكوبنزا ويفوقه. تمام. طيب عشان خاطر ما اطولش عليك، امانه عليك اللايك بيعمل شير، اللايك ايه، اللايك بيفرق معايا. امانه عليك اخبط اللايك. انا مش بقول لك اعمل شير ولا اعمل اي حاجه، براحتك براحتك. اعمل لايك، اخبط شير، اشترك في القناه، فعل زر الجرس. ولو عجبتك الحلقه صلي على رسول الله، وانا عارف انك انت هتصلي على رسول الله حتى لو ما عجبتكش اصلا الحلقه. سلام عليكم.